السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى صينيه جلاش بكريمه الشهد كده، اللون دهبي زي ما انتم شايفين كده، والكريمه بتاعتنا ثابته كمان طبقات. شايفين اللون من تحت زي الظهر بجد. احلى صينيه جلاش ممكن تاكليها في حياتك. لو عجبك الفيديو شير ولايك واشتراك ومشاركه علشان كل الناس تستفيد. يلا ست حبايب نخش على المقادير على طول. طبعا اول حاجه هنا معايا في المقادير، معايا رتل من الحليب، ومعايا كمان نص كوبايه من السكر او 3 معالق من السكر كبار، ومعلقتين من الزبده، وهنزل عليهم بنص كوبايه من جوز الهند الناعم. برفعهم على النار، واول ما يبتدي ان هم يغلي يوصلوا لدرجه الغليان، هنشوف هنعمل ايه. بعد كده هنجهز الشربات بتاعنا. معانا كوبايتين من السكر، هنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه، وكمان بمعلقه كبيره من عسل الجلوكوز 50 جرام. متواجد عندك حطيه، مش متواجد عندك ما تحطوهوش. هنا الشربات بتاعنا احنا عايزينه يبقى بارد، ما ينفعش الجلاش والشربات يبقوا الاتنين يبقوا سخنين، لا عايزين الشربات بتاعنا يبقى بارد. بعد كده بنزل بباكت من الفانيليا، برفعهم على النار لمده 8 دقايق. هنا طبعا الكريمه بتاعتي كانت ابتدت ان اللبن يوصل لدرجه الغليان. بنزل عليهم بنص كوبايه من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه. كده دي كريمه الشهد كده خلصت معانا. اول ما بتبتدي ان هي توصل لقوام الغليان، تحس ان القوام تقل، بعد كده يا ستي بنركنها ونسيبها تبرد. بعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده. معايا طبعا لفه جلاش زي ما انتم شايفين كده. عندك مجمده حطي، عندك طازه حطي، مفيش بتاخدي ورقتين ورقتين وتبتدي ان انت تظبطي الارضيه بتاعه الصاج، ما بتدهنيش اي ماده دهنيه. بعد كده بنبتدي بقى نوزع الجلاش بتاعنا بالطريقه دي على الجوانب وعلى الاطراف. بنحاول ان احنا نقفلها كده علشان طبعا الحشوه بتاعتنا ما تخرجش من الجناب، ونحاول ان احنا نحط الطبقه. يعني بتحطي 3/4 لفه الجلاش في الارضيه تحت وفي الجوانب، علشان الكريمه بتاعتنا ما تطلعش بره الجوانب. بعد كده الكريمه بتاعتي بردت اهيت، هبتدي ان انا اوزعها زي ما انتم شايفين كده. الكريمه بتاعتي بردت، هبتدي ان انا اوزعها بقى واسيبها تبرد تماما، علشان ايه؟ طبعا نقطع الجلاش بتاعنا والكريمه ما تخرجش من الجلاش. باي سكرافل عندك او باي معلقه تقدري ان انت تسويها بالشكل دوت علشان تبقى متساويه. بعد كده بنقفل الجوانب اللي احنا عملناها كده علشان الكريمه بتاعتنا ما تخرجش. طبعا كنت سايبه 4 ورقات من الورق بتاع الجلاش، اللي هم يعني اكتر ورق سليم معايا، علشان طبعا انا بقطع الكريمه بتاعتي ما تتقطعش مني. بقطعها بالشكل دوت. عايزه تقطعيها بقى بالشكل اللي يعجبك. بعد كده بنزل بكوبايه من السمنه، والسمنه لو طلعت زياده ما تخافيش، بعد كده بعد ما بتطلع من الفرن تقدري ان انت تصفيها. بوزع السمنه بتاعتي بالشكل دوت، وبدخلها على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه. بتطلع بالشكل ده ما شاء الله، واخده لون من تحت ومن فوق، لون موحد، لون ذهبي ما شاء الله، مفيش احلى من كده. بعد كده الشربات بتاعي بقى بيكون برد، بنزل على الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هتاكلي ألذ صينيه جلاش بكريمه الشهد. لو عجبك الفيديو شير ولايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكل جديد، وشير علشان كل الناس